بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايبنا وتابعينا من كل مكان، طلاب تالتة ابتدائي. النهاردة إن شاء الله طلاب تالتة ابتدائي معكم مستر رضوان الباطوري من قناتكم المميزة، قناة التميز والإبداع، قناة إكس ماس. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أول درس عندنا، أول درسين موجودين عندنا في الفصل السابع اللي هو بداية الترم الثاني 2024. طبعا احنا بنقول يا جماعه النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه اسمها خاصيه او خواص عمليه الضرب. احنا كنا درسنا قبل كده زمان خاصيه من خواص عمليه الضرب، وطبعا كلمه خاصيه يعني ميزه موجوده عند عمليه الضرب، موجوده عند الضرب مش موجوده عند غيره. يبقى احنا كده بنتكلم على خواص او خاصيه تخص عمليه الضرب، بتكلم على عمليه الضرب نفسها. تعالى كده لما نشوف ايه الخواص اللي موجوده في عمليه الضرب. اول خاصيه درسناها قبل كده، قبل ما نتكلم على الخواص بتاعتنا بتاعت النهارده، تعالى كده اما ندردش مع بعض ونفتكر انا وانت مع بعض الخواص اللي احنا درسناها قبل كده مع بعض. لو تفتكر اول خاصيه خدناها مع بعض لما جيت قلت لك لو انا عندي 2 في 4. طبعا انت عارف ان 2 في 4 دي ب8. كان ينفع اقول عليها 4 في 2؟ هنا سؤال، ينفع اقول عليها 4 في 2؟ صح؟ يعني ينفع. اصبحت دي كمان 8، يبقى انا عندي 8 و8 الاثنين زي بعض، مع ان دي كانت ال2 هي اللي في الاول وهنا كانت ال4 هي اللي في الاول. يعني انا عملت لهم عمليه تبديل او عملت لهم عمليه ابدال، ولذلك كانت الخاصيه الاولانيه اللي احنا كنا بندرسها قبل كده كانت اسمها خاصيه الابدال. صليت على النبي. يبقى دي كانت اسمها خاصيه الابدال. يبقى الخاصيه القديمه اللي احنا كنا بندرسها في عمليه الضرب كانت اسمها خاصيه الابدال، وادينا اهو دلوقتي اتكلمنا عن خاصيه الابدال وازاي ببدل. طب الخاصيه بتاعت النهارده اللي احنا محتاجين نتكلم عنها هي خاصيه التجميع وخاصيه التوزيع. يبقى انا عندي خاصيه اسمها خاصيه الدمج او التجميع، وعندي خاصيه ثانيه اسمها خاصيه التوزيع. طب تعالى ما نتكلم بس مبدئيا اول حاجه على خاصيه الدمج او خاصيه التجميع، اللي هي ما بين قوسين اقدر اسميها الدمج، والمقصود بكلمه دمج يعني تجميع. الخاصيه ديت لو انا جيت قلت لك مثلا على سبيل المثال عشان اقدر افهمها، لو انا جيت قلت لك 2 في 3 في 4. دلوقتي لو انا عايز اضرب الثلاث حاجات دول في بعض، اول حاجه انت ملاحظها ان احنا عندنا 3 اعداد مش عددين، ادي 1 2 3، 3 حاجات مش حاجتين. يبقى طالما عندي 3 اعداد او عندي اكتر من عددين، طول ما انا عندي اكتر من عددين يبقى انا بشتغل بخاصيه اسمها خاصيه التجميع، خاصيه اسمها خاصيه الدمج او التجميع. في الدمج او التجميع انا باخد كل حاجتين مع بعض اخلصهم واطلع بالناتج بتاعي اضربه مع اللي باقي بعد كده. بمعنى واحد بيقول لي يا مستر يعني لو انا عايز احل المساله دي، اسالك سؤال، انت بتقول لي تجميع معناه ان انت تاخد حاجتين مع بعض، هو انا كده ينفع اخد ال2 مع ال3، قصدي ينفع اخد الاثنين مع الثلاثه واللي يطلع اضربه في 4؟ ينفع اعمل الحركه دي؟ انا كده خدت الاثنين مع الثلاثه واللي يطلع اضربه في 4. كلام مظبوط كده. انا استخدمت خاصيه الدمج. يبقى خاصيه الدمج ان انا بجمع حاجات مع بعض، انا خدت الاولاني مع الثاني واللي هيطلع اضربه في الثالث. طب ينفع اخد الاولاني مع الرابع مع الثالث اللي موجود عندي؟ يعني اقول له 2 في 4 واللي يطلع اضربه في 3. كلام مظبوط بالظبط كده، لانك برضو خدت حاجتين جمعتهم دمجتهم اشتغلت بالخاصيه واللي طلع ضربته في الثالث. طب بص كده انت معايا كده على السبوره، شوف كده يا ترى ايه اللي انا لسه ما اتكلمتش عنه، مين الاثنين اللي لسه ما جوش مع بعض؟ ممتاز، ال3 وال4 صح كده. يبقى انا لو قلت 3 اضربها في 4 يبقى اكيد اللي هيطلع الناتج في الاخر هضربه في 2. يبقى دي كده خاصيه اسمها خاصيه التجميع. يبقى اول خاصيه عندنا خاصيه التجميع. ازاي بشتغل بالتجميع؟ بشتغل بالتجميع لو عندي اكتر من عددين مضروبين في بعض، وفي الحاله ديت انا باخد عددين اشتغلهم مع بعض واللي يطلع اضرب مع العدد الثالث، ولو هم كانوا 4 حاجات يبقى اخد 2 مع بعض و2 مع بعض واللي يطلع من هنا مع اللي يطلع من هنا اضربهم في بعض واطلع الفاينل او النهائي او الشكل النهائي، اصفي المساله واطلع له الاجابه بتاعتي النهائيه خالص. وده كده شكل للمساله بتاعتنا. طيب عايزين ندي مثال تاني نحله مع بعض. يلا انا وانت كده ناخد مثال تاني نحله مع بعض. يلا بينا كده، تعالى كده لما نشوف. طب لو انا جيت قلت لك مثلا احنا عايزين نضرب 4 في 5 في 3. طيب يا ترى هشتغل ازاي؟ مين يقدر يحل معايا يا جماعه؟
مين يقدر يحل؟ الطالب اللي بيقول لي انا ومركز في كشكوله ده طالب متميز، ده طالب متميز اللي شغال معايا ومركز في حصته. انت سيشن بتحضره وتركز فيه. طيب حصه بتحضرها وتركز فيها. تعالى كده لما ناخد مع بعض. واحد بيقول لي يا مستر خد لي الاول الاربعه مع الخمسه اهو، يبقى 4 في 5 واللي هيطلع قال لي اضربه في 3 عشان هي اللي باقيه. ممتاز صح. واحد تاني قال لي لا خد لي الخمسه مع الثلاثه واللي هيطلع قال لي اضربه في الاربعه عشان هي اللي باقيه. صح ممتاز. واحد تالت لا قال لي خد لي الاربعه مع الثلاثه واللي هيطلع اضربه في 5. طبعا لو انت ملاحظ احنا دايما في خاصيه التوزيع وخاصيه قصدي في خاصيه الدمج اللي هي خاصيه التجميع انا دايما بشتغل بالقوس زي ما انت ملاحظ، هنا قوس هنا قوس هنا قوس هنا قوس هنا قوس هنا قوس، لازم اعمل كده. طيب يبقى كده احنا اتكلمنا عن اول خاصيه عندنا اللي هي كانت خاصيه الدمج او كانت خاصيه التوزيع. وطبعا دي خاصيه من الخواص المهمه جدا 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 اللي احنا بندرسها. يبقى دي كده كانت تاني خاصيه احنا درسناها بصفه عامه على عمليه الضرب. يبقى دي كده تاني خاصيه. كنا خدنا زمان خاصيه اسمها الابدال وعرفنا ايه هو الابدال، ودينا دلوقتي عرفنا خاصيه تانيه اسمها خاصيه الدمج او التجميع. تعال اما نتكلم انا وانت دلوقتي على طول على الخاصيه الثالثه او الخاصيه الثانيه معانا النهارده. والخاصيه الثانيه معانا النهارده يا جماعه اسمها خاصيه التوزيع. يبقى دي اسمها خاصيه التوزيع. طب تعالى اما نفتكر ونفهم هو يعني ايه خاصيه توزيع. يعني ايه خاصيه توزيع؟ يعني هوزع حاجه يا مستر. طب ايه الحاجه بتاعتي اللي هوزعها؟ ويا ترى المساله بتاعتي بتيجي ازاي؟ هتيجي 3 حاجات زي ما جت من شويه ولا هتيجي حاجتين ولا يبقى شكلها ايه؟ بص كده معايا. لو انا جيت قلت لك 4 عايزين نضربها في 12. اول حاجه انت ملاحظ دول 3 حاجات. واحد بيقول لي 3 حاجات اهو، ادي ال2 وال1 وال4 يبقوا 3 حاجات. لا لان ال12 دي حاجه واحده، يبقى كده دول حاجتين، 2 نمبرز، 2 عددين. دول عندنا عددين بس عايزين نضرب بالعددين دولت. هنضربهم ازاي؟ الملاحظ ان العددين بتوعنا لو انت مركز معايا ومصحصح معايا صلي على النبي كده هتبص كده هتلاقي ايه بقى؟ هتلاقي في عدد صغير وعدد كبير 4 و12. دايما بسيب الصغير ده زي ما هو اهو، سبت الاربعه زي ما هي وانزل علامه الضرب اهي وافتح لي قوس. ايه ده؟ هو في التوزيع برضه هفتح قوس؟ هتفتح قوس. افتح قوس. ال 12 ديت عباره عن احاد وعشرات، الاحاد 2 والعشرات 10. خليهم زي ما انت قلت دلوقتي، يبقى العشرات اهي والاحاد اهي. يبقى كده اتحولت لاحاد وعشرات. خلاص ماشي يا مستر، انت كده اشتغلت بالتوزيع، اديك اهو وزعت. لا انا كده ما وزعتش ولا حاجه، انت فاهم غلط. انا يا دوبك بس فككت العدد بتاعي عشان ابدا اشتغل بالتوزيع. تعالى كده اما نشوف بنبدا نشتغل بالتوزيع ازاي. يعني ايه شغل بالتوزيع؟ بص كده حضرتك، احنا النهارده هنفترض ان احنا ان شاء الله داخلين على عيد الفطر، وكل عام وانتم بخير يا جماعه. طبعا احنا داخلين على شهر رمضان، وبحب من هنا من منصه اكس ماس اقول للناس كلها كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعيدوا على الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات، وربنا ان شاء الله ينصر المسلمين في غزه ويعز الاسلام باذن الله. ربنا ينصر المسلمين ويعز الاسلام في كل مكان ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. وبالمناسبه احنا في عيد الفطر مثلا كان في طالب رايح يبيت جده اهو، الطالب اهو. فطبعا هيخش اول حاجه يسلم على جده، لازم يسلم عليه ويقول له ازيك يا جدي، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب يا جدو. يبقى دي كده كل سنه وانت طيب، هتاخد عليها اجر وثواب وكمان هتاخد فلوس بالظبط كده عشان ده عيد. طب تيتا كانت موجوده ينفع ما تسلمش عليها؟ طبعا غلط، كان لازم برضه اسلم عليها. قمت داخل على طول مسلم برضه على تيتا. يبقى معنى كده الفور او الاربعه بتاعتنا هتتضرب مره في ال10 وهتتضرب مره في الاثنين، وده كده الهدف من التوزيع او الهدف الاساسي من التوزيع. يبقى التوزيع معناها عدد صغير وعدد كبير. الصغير انزله زي ما هو، الكبير اخده اخليه 10 زائد حاجه، او اخليه اقسمه بس اخليه حاجه فيها صفر، يعني 10 يا 20 يا 30 حاجه فيها صفر عشان تبقى سهله عليا في الضرب. يبقى هو دوت اللي انا بعمله، قسمته 10 زائد 2. طب بعد ما بقسمه ببدا اشتغل على طول بالتوزيع بتاعي. طب هتشتغل ازاي يا مستر؟ وريني عشان مش فاهم. الاربعه تتضرب في ال10 يبقى اسمها 4 في 10. انزل علامه الجمع، ولذلك يبقى التوزيع عندي على الجمع، ما قلتش توزيع على طرح، بقول توزيع على جمع. انزل علامه الجمع، بعد كده الاربعه ترجع تتضرب في الاثنين يبقى 4 في 2. تعال اما نكمل شغلنا ونكمل مسألتنا. 4 في 10 اللي هي ب40. ممتاز. عملت ايه يا مستر؟ انا شلت الصفر
وضربت 1 في 4 ب4 ونزلت الصفر تاني، سهله. طيب زائد 2 في 4 ب8. واحد بيقول لي هجمعهم يعني يا مستر؟ بالظبط كده، ممتاز. اما نجمع 40 زائد 8 في الاخر هتدينا 48، ويبقى كده انا خلصت المساله بتاعتي عن طريق شغل التوزيع واشتغلت بخاصيه التوزيع. ويبقى كده يا حبايبي احنا راجعنا قبل كده على خاصيه الابدال، واتكلمنا النهارده عن خاصيه التجميع او خاصيه الدمج وعرفنا بنشتغل بيها ازاي. اتكلمنا على خاصيه التوزيع وفهمنا يعني ايه خاصيه التوزيع. عايزك تحل التمارين اللي موجوده عندك في كتاب سلاح التلميذ، وهتبعت لنا على صفحه اكس ماس على الفيس عشان نعلم لك الكلام ان شاء الله، وتتاكد ان انت حل 100 100. وطبعا لو انت محتاج تتطور او شايف ان في حد من اصحابك ما كانش فاهم الدرس ده، نادي على صاحبك في الكومنتات. ولو انت محتاج تتطور في ماده الماس او ماده الرياضيات يبقى على طول هتشترك معانا في القناه. كان معكم مستر رضوان الباطوري، اشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه كتير ان شاء الله. بتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.